فعلا اللاعب المحترم يحترم. الكابتن ايمن اشرف اللي امبارح ظهر في لقاء مع ابراهيم عبد الجواد، واللي كان بيساله فيه عن النادي الاهلي، واللاعب رد بكل ادب واحترام. اسمع كده الفيديو، ولكن ما تنساش اللايك والشير يا حبيب اخوك. في وجهه نظرك هم احسن اثنين؟ ماشي. لو كنت مكان اكرم توفيق هل توافق على عرض التجديد؟ لا يعني مش عارف. لا مش عارف، ما تحطش في الموقف. ما تحطش في الوضع الحالي بالظروف اللي انت شايفها، وانت لعيب كبير وكابتن من كباتن الاهلي، بالظروف الحاليه هل مع اكرم انه يفضل قاعد في الاهلي ولا انه يرحل وده طبيعي وده شغل؟ بص هو وارد ان هو يرحل يعني، وارد ان هو يرحل، لكن انا كايمن يعني لا يعني كنت هختار ان انا ممكن اكمل في النادي يعني. انت صحيح كابتن خطيب وانت ماشي اتكلم معاك ان انت تعتزل وتشتغل في النادي؟ لا هو ده الاختيارات كلها. يعني قال لي لو عايز تقعد سنه كمان نجدد سنه او تمشي اعاره او حابب. مش عايزك تنسى يا حبيب اخوك ان ايمن اشرف كان موجود مع موسيماني، ما شاء الله كان بيشارك، وكان موجود مع فيلر كان بيشارك. لكن لما جه موسيماني كان له وجهه نظر تانية، وقال لهم طلعوه اعاره او باعوه نهائي. وبالفعل اللاعب رحل عن النادي الاهلي، لكن رحل وبالفعل طالع بيتكلم بكل ادب واحترام عن النادي الاهلي، بيتكلم عن اللعيبه، بيتكلم عن المدير الفني، بيتكلم عن المنظومه كلها باحترافيه، حتى الجمهور كمان